السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات سفارة العميد. النهاردة في سفارة العميد هنقدم واجب التعزية في أسرة اللاعب سامي سعيد لاعب نادي مطروح، وهنتكلم على ركلة الجزاء اللي احتسبت لطلائع الجيش في مباراة المحلة اليوم، وهنتكلم على فرض رسوم ال1000 جنيه على الحكام الجدد فجأة كده. وهنتكلم على قرار الإيجابي، الحاجة الإيجابية أو قرار الجريء من اتحاد الكورة في شطب اللاعب المعتدي على مباراة المعصرة واتحاد المنزلة. هنبدأ الحلقة كده على طول النهاردة، وهنقدم واجب التعزية في وفاة اللاعب المطروحي سامي سعيد. طبعا توفاه الله وهو في الملعب بيلعب يعني والمباراة شغالة. امر الله سبحانه وتعالى لا اعتراض عليه، نتيجه هبوط حاد في الدوره الدمويه ومع ابتلاع لسانه. يعني بندعي له بالرحمه والمغفره الواسعه، وللاسره بالصبر والسلوان. ومن هنا من برنامج او من حلقات سفاره العميد بنقدم مبادره او بنناشد، ويا ريت اللي يسمعني يقطع قطعه من الفيديو اللي انا بتكلم عليه ويبعته للناس اللي هقول اساميها. انا بناشد من هنا من مكاننا هنا كابتن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر، ومعاه ده من النادي ممثل على النادي الاهلي، وكابتن شيكابالا محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن نادي الزمالك. الاثنين قمتين كبار وقطبي الكره المصريه، ويعتبر كبار الاسره الرياضيه في مصر. ومفيش مشكله ان احنا بالتنسيق مع كابتن كل فرقه، الاسماعيلي والاتحاد وفرق الدوري الممتاز كلها، ان احنا نقدر نعمل حاجه لاسره اللاعب المتوفي عن طريق جمع مبلغ مالي لمساعدته. لان اكيد يا جماعه اللعيبه اللي زي ديت احنا بنسميها اللعيبه الغلابه اللي هي بتلعب في دوري المظالم، دي بتعتمد بنسبه كبيره قوي على انها بتلعب لعبه كره القدم، انها بتساعدهم في المعيشه. فبنناشد كباتن فرقتين الكبار قطبي الكره المصريه كابتن محمد الشناوي وكابتن محمود عبد الرازق شيكابالا، وبالتعاون او التنسيق مع كباتن فرق الدوري الممتاز كلها، ان هم يفكروا ويعملوا اي حاجه لمساعده اسره اللاعب سامي سعيد. في النهايه اللهم اغفر له وارحمه واجعله من اهل الجنه، وللاسره الصبر والسلوان. هنيجي بعد كده معانا ركله جزاء طلائع الجيش والمحله. انا قبل ما اجيب الفيديو، لو استمر، انا وجهه نظري لو استمرنا بنفس المنهج دوت في احتساب ركله الجزاء، انا بعتبرها من وحي الخيال او وهميه. احنا كده مع اللي بنشوفه من تطور الكره المصريه ومن تطور الكره العالميه وتقنيه الفيديو والاخراج وحاجات والكاميرات والكلام ده كله، يبقى احنا كده يعني كان الناس دي سبقانا بسنين ضوئيه. دلوقتي لا، احنا مش هنبقى موجودين اصلا. يعني انا بقول لكم احنا كده مش هنبقى موجودين. ركله الجزاء انا شايفها من وحي الخيال. انما الاغرب من كده هقول لكم بعد ما نشوف الفيديو معانا اهو. لاعب مطروح عدى بالكره عادي، ومفيش اي تلامس من مدافع المحل، مفيش اي تلامس خالص. حتى لو في تلامس مش هنقول مثلا ضعيف، ده لا يرقى للتلامس، يعني لا يرقى للتلامس. فدي ركله جزاء وهميه من وحي الخيال. انا بقول لو حكم الباسكت انتوا عارفين لعبه الباسكت، احنا بنقول باسكت ليه؟ لان الباسكت اي لمسه للمهاجم او اي لمسه لاي لاعب بيحتسب خطا عليه، ولكن احنا كنا بنقول احنا مش بنلعب باسكت. ده حتى حكم الباسكت مش هيحسب لعبه زي دي. طبعا كان حكم المباراه محمد الغازي، وكان على تقنيه الفار علاء صبري. انا عاوز اقول كلمه بس، ان ممكن انا مش دفاع عن الحكم، والحكم اخطا طبعا. ركله الجزاء غير صحيحه بالمره، ومفيش تلامس ولا في حتى ضعيفه ولا غير ضعيفه. ممكن في لعبه زي دي ممكن يتخدع الحكم. انما احنا بنقول يا جماعه المخيب للامال والحاجه الكارثه ان الفار اداله كونفرميشن ان ركله الجزاء صحيحه. بناء على ايه؟ يعني انا مش عارف الفار اداله كونفيرم بناء على ايه ان ركله الجزاء صحيحه. طيب يا اخي ابعت له يجي يشوفها تاني، يعني ابعت له يجي يشوفها تاني. يعني انا مش شايف يعني اللي انا اتصدمت منه كونفيرم الفار. لا يا جماعه، مش كده ابدا. يعني انا معترض. ارجع اقول برضو ان الناس خبرات الناس اللي قاعده على الفار، مع احترامي للحكام، خبرات الناس على الفار ما عندهمش خبرات.
الناس دي يا جماعه زي ما بيقولوا ايه، ما عندهمش حاسه الملعب، ما لعبوش حكام ساحه كتير قوي قوي، فبالتالي هو قاعد على الكمبيوتر على تقنيه الفار، يعني ما عندوش حاسه الملعب. انا مش عايز اطول اكتر من كده، لكن قولا واحدا محمد الغازي اخطا في احتساب ركله جزاء غير صحيحه، ولكن انا مش بدافع عنه، لكن انا بقول هنفترض اللي هو يعني اتخدع في وقعه اللاعب، او اللعبه السيميليشن بتاعه كان قوي شويه فممكن، انما في وجود تقنيه الفار، في وجود تقنيه الفار احسب ركله جزاء زي دي اللي يعني انا بعتبرها دي حاجه فجه جدا جدا جدا. فدي ركله جزاء احتسب طلائع الجيش واحرز منها الهدف الاول على ما اظن، وبالتالي ركله جزاء وهميه ومن وحي الخيال. هنيجي بعد كده لناس كتيره قوي كلموني حكام جدد من اسكندريه والبحيره والدقهليه والشرقيه والسويس، ازاي قرار مفاجئ كده بين يوم وليله والامتحان خلاص يوم الجمعه قبلها باربع ايام الحكم الجديد يدفع 1000 جنيه رسوم اختبارات؟ دي ما حصلتش في تاريخ الكره المصريه. القرار ده مفاجئ، والقرار ده له مغزى، والقرار ده له هدف. لو انتم مستكترين ان في 1000 طبعا كتير قوي 1500 حكم جدد داخلين جداد، يعني برضو عدد كبير مهول جدا جدا، ده برضو بيدل على ان احنا يا جماعه ده احنا عندنا 900 حكم درجه اولى ومش لاقيين لهم ماتشات يلعبوا بيها، لسه هعمل دفعات. عموما احنا مش هنتكلم على الحكام الجدد دلوقتي، ولكن انا بتكلم على رسوم ال 1000 جنيه. ال 1000 جنيه كتير قوي. الحكم اللي مقدم، انتوا عارفين ان شرط التحكيم يكون سنه مثلا مش اقل من 17 سنه او 18 سنه لغايه 25 سنه، يعني كل دول شباب، ما بين شباب جامعات وبين شباب لسه متخرجين وبين شباب لسه بيأدوا الخدمه العسكريه، يعني حتى معهمش مصروف جيبهم، يعني معهمش مصروف جيبهم. فازاي وبين يوم الليله مثلا مش من ضمن الشروط من الاول خالص ان هو يدفع 1000 جنيه؟ كان ممكن عمل حسابه، كان اللي معاه كان دفع، اللي معهوش خلاص كان ما قدمش في الاختبارات. انما اجي قبل الاختبار بتاعت 4 ايام واقول 1000 جنيه غرامه، 1000 جنيه رسوم، ده غير هم عاملين طبعا رسوم فيش التشبيه، ولسه طبعا الحكام المغتربين هيسافروا للقاهره وهيبيتوا في فندق، يعني هيصرف له في الموضوع ده كله لو دفع ال 1000 جنيه هيصرف له في حدود 2000 جنيه. هيجيب ال 2000 جنيه منين؟ وكل دول 90% منهم طلاب او خريجي جامعه لسه بيبحثوا عن عمل. فده قرار يعني انا مش عارف طالع ازاي. يا جماعه لازم يكون في رأفه ورحمه بالظروف اللي احنا بنمر بيها. دول شباب صغيرين، الناس كلها بتعاني، او صارف 1000 جنيه فارض 1000 جنيه رسوم مع الرسوم الثانيه، ومع طبعا التصوير ومع مش عارف ايه والسفر يحضر عشان يحضر محاضرات ويروح هنا ويروح هنا وهيبيت قبلها بيوم في فندق. يعني الموضوع يخش له في 2000 3000 جنيه، هيجيبهم منين شاب صغير لسه مقبل على التحكيم؟ فانا بناشد المسؤولين، بناشد وزير الشباب، بناشد استاذ جمال علام المحترم، اعتبروا دول اولادك، يعني اعتبروا دول ولادك يا جماعه. ما ينفعش القرار ده، يعني غير مفهوم بالمره وغير مقبول من مره. وبناشد الكابتن احمد شوبير وبناشد كل الاعلاميين ان هم يقفوا بجانب الحكام الغلابه البسطاء اللي هم فرحانين ونفسهم يبقى ليهم دور في الرياضه المصريه. او كده اول ما لسه بنقول بسم الله 1000 جنيه رسوم اختبارات، فده القرار ده غير مقبول بالمره. واتمنى من المسؤولين في اتحاد الكوره ان هم يتدخلوا والغاء ال 1000 جنيه، حتى نخليها رسوم بسيطه، نخليها مثلا 200 جنيه مثلا او 150 جنيه، انها مش 1000 جنيه. بتمنى ان شاء الله ان القرار ده يعيدوا يعني يعيدوا النظر فيه. اخر حاجه ودي حاجه ايجابيه، ان تم شطب اللاعب عبود عبد الحميد لاعب المعصره الاعتداء على طاقم على حكم المباراه او الحكم المساعد. طلع قرار من اتحاد الكوره بشطب اللاعب من سجلات اتحاد الكوره، وده قرار صائب واحنا نادينا بيه، وده عشان يبقى زي ما بيقولوا ايه يعني حاجه كده مثال لكل من تسول له نفسه اللي هو يعمل حدث زي دوت. طبعا ده كان في مباراه المعصره واتحاد المنزله، اللاعب عبود عبد الحميد قام بالاعتداء على الحكم المساعد، وبالتالي اتحاد الكوره خد قرار جريء وبعتبر قرار مهم جدا 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 في عوده مسار الكره المصريه للطريق الصحيح. ان انا لازم اخد قرارات جريئه زي دي عشان تعيد هيبه التحكيم وفي نفس الوقت يعود الانضباط الى الملاعب بتاعتنا. فتم شطب اللاعب عبود عبد الحميد من سجلات كره القدم لاعب المعصره. دي كانت حلقه النهارده من سفاره العميد. فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد من سفاره العميد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.